انا بسمع حوارات كتيره جدا من موضوع التحويل، الفلوس فيها مشكله، الفلوس ما سمعتش لسه، البنك رافض التحويل. لكن انا بتكلم من تجربتي الشخصيه ان هو ده اللي حصل. ازيكم يا جماعه كلكم في حلقه ثانيه من سلسله التجهيز لفيزا دراسه طالب في المانيا. الفيديو اللي فات اتكلمت عن ازاي تجهز ورقك في الاساس من بعد خلصت مثلا بكالوريوس وعايز تجهز ورقك لانك تقدم على الجامعات بعد كده. فاتكلمت ازاي تجهز الورق بتاعك وازاي توثقه من الخارجيه وتوثقه من السفاره وبعد كده تقدم بيه على الجامعات. الفيديو هتلاقوه موجود في الديسكريبشن. الايفون 5 ده يا جماعه من ايام العصور الذهبيه، ما بعملش حاجه اني بشحنه واسيبه شغال، لسه شغال فيه شحن 49% كمان اصيل. المهم انا دلوقتي جبت قبول من الجامعه، الورقه مكتوب فيها بس تفاصيل ان انت اتقبلت في البروجرام الفلاني وهكذا. بعد كده لازم تروح تقدم على فيزا دراسه كطالب. انت هتخش البلد على اساس انك طالب، بتبقى فيزا طالب. بيبقى في متطلبات السفاره بتبقى عايزاها، المتطلبات ديت لازم تعملها، بتبقى 1 2 3 لازم يبقوا موجودين، ياخد منك الورق ويستلم. اول حاجه لازم تعملها هتروح تملى حاجه اسمها الفيدكس فورم، هسيب اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن برضو. ورقه الفيدكس فورم موجود، عباره عن هتخش على الموقع بتاع السفاره تملى بياناتك كلها، تفاصيل عامه عموما عنك يعني. وبعد كده بعد ما تخلص بتسبميت الفورم دي، بيدي لك فايل PDF، بيبقى الفورمه اللي انت مليتها دي كلها تصورها زي ما هي كده وتخليها معاك في فايل. بعد الفيدكس فورم بتحط ورقه ريكويرمنتس، السفاره بتبقى سايبها لك برضه، هسيبها لكم تحت في الديسكربشن، فيها ايه زي تشيك ليست فيها كل النقط الورق اللي انت مجهزه، وبتبقى تشيك ليست ورقه كده بتطبعها وبتعلم اكس على الحاجات اللي انت خلاص معاك، ودي بتكلم معاك في الفيدكس فورم. بعد ما بتملى الفيدكس فورم بيبقى فيه بقى شويه متطلبات كده السفاره بتطلبها منك، زي تامين سفر، تأمين صحي أو حجز بإن أنت قدمت على تأمين صحي حكومي في البلد، الحساب المغلق طبعا دي حاجة مهمة جدا، أنت كطالب لازم يبقى معاك حساب مغلق بيبقى فيه مبلغ معين، المبلغ ده زاد للأسف الفترة اللي فاتت ديت، دلوقتي بنتكلم في 992 يورو في الشهر، فاضربهم في 12 حوالي 11904 يورو تقريبا. ده تقريبا بتبقى أصعب مرحلة في الحوار بتاع فيزا الطالب ديت كلها. طبعا في بدائل ليه، يعني لو أنت عندك مثلا قريب موجود في ألمانيا، مقيم في ألمانيا وبيصرف على نفسه ويقدر الراتب بتاعه ده يتكفل بمصاريفك بيه، بيبقى ليهم ليميت معين او حسبه معينه، ده ممكن يضمنك، يبقى ضامن مالي، ساعتها بيطلع لك ورقه بان هو ضامن ليك وبتقدمها للسفاره مكان الحساب المغلق وبتتقبل. لو انت جاي دراسه لوحدك ما عندكش حد هناك، يبقى لازم لابد من الحساب المغلق. فالحساب المغلق تفتحه دلوقتي بقى سهل جدا غير ايام زمان، اونلاين كله، بتفتح على فينتيبا او اكسباتريو او في مواقع تانية كتير برضو مش متذكرهم دلوقتي، بس انا استعملت فينتيبا دوت اللي قدمت عليه، برضو اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن لو عايزين تبصوا عليه وايه هو. فينتيبا بيبقى عباره عن 2 باكجز، فينتيبا العادي وفينتيبا بلس. ايه الفرق؟ فينتيبا بلس انه هيجهز لك تامين السفر والتامين الصحي معاهم، فينتيبا العادي بيبقى حساب بنك مغلق وبس. فينتيبا كان كويس بالنسبه لي جدا لان هو خلص الامور، يعتبر انت خلاص حساب مغلق فتحته اودعت فيه الفلوس سمعت، رمالك كل لوكشه الورق بقى اللي انت هتبقى محتاجها اصلا السفاره، تامين السفر وكونفirmation التامين الحكومي. هو ريح الدنيا بصراحه في الموضوع ان هو اداك كل الورق دوت مره واحده. بيتفتح ازاي؟ بيبقى بسيطه جدا، تفتح حساب عادي خالص، وبيبقى اول لما تفتحه بيبقى قدامك خانات كتيره قوي فيها تفاصيل عن الحساب بتاعك. اولهم بتبقى البالانس اللي موجود جوه الحساب ذات نفسه. هنا بتخش تودع حسابك بتاعك، في ليه طرق للايداع، ممكن تعمل بنك ترانسفير دايركتلي، ده اللي انا اعتقد معظم المصريين هيعملوه، لانه احنا عندنا في مصر لازم يبقى التحويل بالايبان مباشر، ما ينفعش اللي هو الفينتيبا ترانسفير تقريبا التاني بيبقى بالكريدت كارد وكده، ما عندناش كريدت كارد في مصر، الليميت بتاعه يوصل ل 11 و 12 الف يورو، فمش اوبشن الا لو في حد تاني ممكن يساعدك في الموضوع ده، فده هيسهل الدنيا ويسرع الدنيا ومصاريفه اقل. لكن غير كده لو انت لوحدك فهيبقى ترانسفير بالبنك عادي. البنك اللي انا اتعاملت معاه عن طريق فينتيبا كان اسمه سيتور بنك، بيبقى ورقه بسيطه قوي، فينتيبا هيديها لك فيها الايبان، السويفت كود، كل حاجه، دي الورقه اللي انت هتحتاجها علشان تودع فيها الفلوس. طب هنيجي لنقطه مهمه جدا دلوقتي، انت واحد معاك الفلوس، الدنيا تمام معاك في الماديات،
ومعاك اليورو. هتعمل ايه طيب دلوقتي؟ ازاي هتحط اليورو ده لو معاك كاش مثلا، او في حد هيقدر يتصرف لك في العمله وهتحطه في تيبه؟ هتعمل ايه؟ انت هتروح لاي بنك مصري محلي عادي خالص. انا رحت مع البنك الاهلي، تمام. في CIB برضو بيقولوا انه اسهل واسرع، بس ما اتعاملتش معاه. انا اللي عملته كان تبع البنك الاهلي. هتروح للبنك الاهلي وهتقول له هفتح حساب باليورو، تمام. هتفتح حساب بالفلوس دي، او لو انت اوريدي اصلا كان عندك حساب باليورو كنت سايبه في البنك، بعد ما يبقى انت خلاص عندك حساب باليورو موجود جوه البنك الاهلي، بتروح بتيجي معاك الورقه اللي في انتباه هيديها لك اللي فيها بيانات التحويل اللي انت محتاجها. هتجيب الورقه ديت اللي فيها البيانات، ومعاك قبول الجامعه بتاعك، علشان ده هيبقى الاثبات بتاعك انت ليه عايز تحول الفلوس دي في البنك. لانه البنك ساعات بيرخم ويسالك ايه سبب تحويل الفلوس دي. يعني انت فتحت حساب في البنك عايز تنقل الفلوس، ايه السبب؟ فبيبقى السبب ان انت هتحول الفلوس دي بره لغرض الدراسه، فبيبقى القبول الجامعي ده محتاجينه برضه. وهم فاهمين الحكايه يعني كويس جدا. يعني انا عجبني، انا افتكرت يعني لما كنت رايح هناك فاكر انه لسه هيبقى حوارات ومش فاهمين ايه اللي انا بتكلم فيه، لكن الدنيا في البنك الاهلي مشيت بسلاسه جدا. انصح دايما انك لو هتعمل حاجه زي كده تبع البنك الاهلي تروح فرع رئيسي، اللي هي الفروع الكبيره المركزيه بتاعه البنك الاهلي، لان دولت الموظفين بهم بيبقوا فاهمين بالظبط انت بتتكلم في ايه. لما تقول له فلوس هتحولها لبره لغرض الدراسه، الموضوع مفهوم. بيقول لك هات قبول الجامعه وفورمه صغيره هنكتب فيها كل البيانات بتاعتك واسم الجامعه وعنوانها فين والبلد فين وتفاصيل كل الحساب اللي انت اصلا داخل بيها، وخلاص. وبعد كده بيقول لك هنبعت للاداره زي ريكويست كده وهنرد عليك بالقبول، يعني حاجه زي كده يعني. المهم هو بعد يوم 2 هتلاقي البنك بيتصل بيك، او الموظف اللي كنت معاك بيتصل بيك بيقول لك انه تم قبول الطلب بتاعك ان انت عايز تحول الفلوس دي للبنك اجنبي نتم. فتروح قايل له في التليفون تم التحويل. فبس بعد كده اول لما الموظف يكونفيرم معاك انه التحويل تم، بتستنى فتره من اسبوع ل 10 ايام، اسبوعين. يعني انا بالظبط كان 10 ايام والفلوس سمعت معايا في انتيم. بس يعني انا بسمع حوارات كتيره جدا من موضوع التحويل، الفلوس فيها مشكله، الفلوس ما سمعتش لسه، البنك رافض التحويل. لكن انا بتكلم من تجربتي الشخصيه ان هو ده اللي حصل. ف 10 ايام الفلوس كانت سمعت في الحساب، مفيش اي مشاكل ولا اي حاجه. اول ما الفلوس بتسمع على فينتيبا او ايا كان البنك اللي انت تبعه، يروح باعتين لك ورقه التأمين وكل حاجة وخلصنا على كده. دايما تعمل حسابك انه الفلوس اللي هتعمل لها ايداع تبقى اكتر 150 يورو من المطلوب اصلا منك كمينيموم جوه الحساب البنكي المغلق. فاهمين قصدي؟ علشان برضو البنك اكيد بياخد نسبة في التحويل. فينتيبا اعتقد برضو بيبقى فيه بافر كده بياخد التحويل برضو، فتبقى مأمن نفسك عشان الفلوس توصل في الرينج المطلوب وخلاص على كده. دي نقطة مهمة. بس دي تعتبر كل حاجة. ففينتيبا لو انت تبع فينتيبا بلس فهيروح يديلك طبعا دي ورقة، دي الورقة دي مهمة جدا لازم تروح بيها السفارة. دي الورقة اللي بتقول ان انت خلاص اتميت التحويل بتاعك. ورقة تانية طبعا في فينتيبا بلس بيديها لك هي ورقة التأمين السفر، دي مهمة جدا تبع شركة مافيستا. محدش يجي يقول لي تأمين امان اللي بيبقى موجود على اخر ورقة في الباسبور، لانه ده مش بيتقبل، ده ما ينفعش لواحد مسافر سفر طويل، ده هو سفر دراسة مش سياحة، لازم تأمين سفر تابع لألمانيا. وبعد كده عندك تأمين الحكومي. طبعا ده مش ورقة ان انت تبع التأمين الحكومي، دي ورقة كونفirmation او تأكيد ان انت حاجز مع التأمين الحكومي، تمام. اللي هو انا هنا تبع شركة دي اكي او دي اكا. اول لما توصل البلد هتفعل التأمين الحكومي بتاعك، لانه التأمين الحكومي ما بيتفعلش الا لما توصل البلد، لازم تبقى موجود في البلد عشان تفعله، ما ينفعش تفعل وانت لسه ما جيتش البلد. بس يبقى احنا كده ايه لمينا الحته بتاعت الحساب المغلق ده عشان نبقى متفقين. حساب المغلق بتاعك لازم يبقى معاك الكونفirmation بتاعه، تأمين سفر واثبات ان انت حاجز تأمين حكومي. طبعا من المتطلبات التانية البديهية اللي السفارة بتطلب منك صور شخصية، دي حاجة برضو مهمة لازم يبقى معاك. احنا كده اتكلمنا على الفيديكس فورم بتاعتك للسفارة، جهزت حسابك المغلق وتأمين السفر وتأمينك الصحي بتاعك، ومعاك كل الورق اللي بيثبت كده، ومعاك طبعا ورقك كله اللي انت استعملته في التقديم على الجامعه، اللي هو الورق كله اللي متوثق بتاعك بتاع المدرسه وبتاع الجامعه، ومعاك كمان القبول الجامعي. دلوقتي لازم تعمل CV للسفاره. طبعا هو الCV للسفاره ما بيختلفش كتير عن الCV اللي انت عملته عشان تاخد القبول في الجامعه يعني، فهو بيبقى نفس التفاصيل هي ما تقريبا ما فرقش اي حاجه بينه وبين اللي انا عملته للجامعه.
لازم يبقى دقيق في تفاصيل عملت ايه من ايام المدرسه لحد وقتنا هذا، سواء بقى كنت شغال، كنت بتدرس، كنت بتخلص جيش، لانه برضو ممكن تكتبها عادي خالص. افرض انت سنه قضيتها في الجيش ولا حاجه، ف يعني هتتكتب برضو، لازم تفهمهم انت ايه اللي عملته في الفتره دي. في السي في بتاعك لما جيت تكتب ان اي حاجه من الحاجات اللي انت عملتها، سواء تريننج عملته في الجامعه، مشاريع عملتها في الجامعه، اشتغلت شغل في خلال فتره الدراسه او بعد الدراسه، هي مش لازم، لكن بتبقى بتخلي السي في بتاعك قوي، فاهم؟ ان انت مش بتكتب كلام وخلاص، ده كلام وموثق باوراق شهادات بتقول الكلام ده. كل حاجه جبتها ليها شهادتها، يعني مثلا اهو، مثلا عملت تريننج اهو، تمام، اشتغلت شويه في صيدليه، وهكذا. يعني اي حاجه لو تقدر تاكد عليها بورقه او شهاده بتفيد الكلام دوت، ف كده انت معاك سي في وحش، يعني مفيش اي مشاكل من اي حاجه، فاهمين قصدي؟ فمهم طبعا مش لازم 100% كل نقطه تقولها، يعني عادي في نقطه او اتنين حاجات ما فيش شهاده معايا يا عم ليها، او ما حصلش نصيب. وانا هبقى اعمل فيديو تاني بالتفاصيل عن ازاي تكتب حاجات زي السي في، والموتيفيشن ليتر برضو جاي في الطريق برضو، دي نقطه مهمه. موتيفيشن ليتر للسفاره بقى، موتيفيشن ليتر للسفاره ده برضو هتلاقوا فيديو ليه بعد كده هعمله، عشان يعني ليه سياق معين في الكلام. لكن في المجمل السفاره عايزه تعرف الموتيفيشن ليتر بتاعك دوت انت مين، رايح ليه على الكورس ده، رايح ليه المانيا، هتعمل ايه بعد دراستك وليه. فلازم تكفر النقط ديت وانت بتكتب الموتيفيشن بتاعك. اعتقد عبال ما انزل الفيديو دوت هكون عملت فيديو اوريدي بشرح في موضوع الموتيفيشن ليتر ده، فهتلاقوا فيديو ليه موجود يا على جنب هنا يا في اللينك في الديسكربشن، بوصف فيه ايه اللي هتعمله بالظبط وانت بتجهز الموتيفيشن. تاخد كده ورقك ده كله وتعمل منه نسخه او اتنين زياده، علشان الموظفين جوه في التي لسه بيبقوا محتاجين نسخ كتير من الورق دوت، فنسختين ولا حاجه من كل الورق اللي انت عملته دوت. انا مثلا حبيت ابقى في السليم عشان مش ناوي انزل تحت واطلع تاني لسه، فرحت عامل 3 نسخ من الورق دوت. وبس كده يا سيدي، كده يبقى ايه الورق كله لتقديمك على الفيزا. معاك الفورمه بتاعتك، ابلكيشن بتاع الفيديكس، معاك التشيك ليست بتاعتك للسفاره، معاك قبول الجامعه، معاك حسابك المغلق، ومعاك تامين السفر بتاعك، وورقه حجز مع تامين شركه حكومي، وكل الاوراق اللي استعملتها في التقديم على البرنامج اللي انت اتقبلت فيه. معاك برضو الورق بتاعك الاصل كله، سي في هيكون موتيفيشن بتاعك، و100 كده. تصور كل الورق ده نسخه 2 يبقوا معاك كده لوكشه كبيره داخل بقى للسفاره بقى. خلاص انت دلوقتي معاك كل الورق بتاعك وخلاص 100 انت مستعد تخش تقدم على السفاره. هتعمل ايه؟ هترجع تاني للتي ال اس. فاكرين التي ال اس لما حجزنا ميعاد للتوثيق الورق؟ هنحجز بقى ميعاد للفيزا. هتخش على موقع التي ال اس، بس الفيزا ابلكيشن المره دي، برضو اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن. خش هتحجز ميعاد، برضو هي نفس اللي انت عملته في توثيق الورق بس للفيزا المره دي. هتاخد ميعاد، تدفع مصاريف الحجز، وتستنى اليوم اللي انت حجزته. تيجي برضو بالظبط على ميعادك، توريهم ورقه الحجز بتاعتك، تاخد رقمك، ياخدوا منك الباسبور يسجلوه على السيستم، تستنى بقى دورك اول لما الرقم بتاعك يظهر وتخش على الشباك بتاعك. هتخش الموظف بتاع التي ال اس تديله الورق ده كله بتاعك كده، هو عارف كل حاجه، بيطلع الورق بتاعك كله كده يستفهم لك، مظبطينهم خلاص، يدبس، يحط في دوسيه كده ويقفل عليه وبس. هتروح الخزنه تدفع مصاريف الفيزا. مصاريف الفيزا كانت حوالي 4800 وحاجه، يعني هنقول 5000. فده كان المصاريف بتاعه التقديم على الفيزا. هي بتبقى حوالي 75 يورو، ده ثمن الفيزا، زائد مصاريف تانية اللي تي ال اس بياخدها تقريبا. فبس بتسلم ورقك كله، وبعد كده بتستنى موظف تاني هيناديك تعمل البصمه بتاعتك، وبس خلاص بيبعت لك ورقه ان انت خلاص تمام سلمت ورقك، اتفحص من موظف التي ال اس، دفعت مصاريفك، بس خلصت. ومن هنا بقى يبدا فتره انتظار الفيزا، ودي فتره يعني انت بتبقى على قلبك بقى. والسفاره بتقول لك انه بيبقى من 4 ل 6 اسابيع تقريبا ويردوا عليك، لكن الموضوع بيطول بكتير. انا نفسي خدت بالظبط 51 يوم عبال ما الباسبور رجع لي تاني بالفيزا. فيعني عادي، ما فيش توتر في الموضوع
الموضوع طول معاك قوي كده، لان هو ده اللي بيحصل معظم الوقت. طبعا انا الفتره اللي كنت بقدم فيها كانت فتره اجازات وماتشات، كانت ساعه ما كان في الدوري الاوروبي، فالدنيا كانت اساسا تنشن وكان في فيز سياحه كتير، ده كله بيعطل الموضوع، لان هم بيدوا اولويه في موضوع الفيز دوت. يعني مين اللي احنا بنتعامل معاه دلوقتي اللي جه وقته انه ياخد فيزا، واللي لسه حبه يعني هو ماشي، بس في المجمل مش هتتسوح يعني عادي. يعني انا خدت باسبوري ولسه ما جاش ميعاد السفر حتى دلوقتي اللي انا اصلا كاتبه في الفيزا، فمفيش مشاكل. لسه بيديلك على الحساب بتاعك على الموقع بتاعهم ستيتس بتاعت الفيزا بتاعتك، فاول لما كل النقط دي تخضر ان شاء الله يبقى كده خلاص الفيزا بتاعتك على وصول. وبتلاقي برضو بعتولك ايميل وبعتولك رساله على التليفون انه خلاص الباسبور وصل وهنسلمه لشركه الشحن، وهو نفس الفكره. بعدها بيوم او 2 بالكتير بتلاقي الموظف بتاع شركه الشحن بيتصل بيك، فالموضوع بيبقى بسيط، بس هي مساله وقت. وانا عارف بيبقى موضوع موتر شويه، لكن لو مشيت على كل الخطوات كله تمام، ورقك تمام، انت اللي تبقى عامل ورقك بنفسك. بلاش نعتمد على انه حد يجهز لنا الورق، او انه شركة مش عارف بتنجان للسياحة والتجهيز ورق الطلاب ومش عارف ايه. يعني بلاش الحوار ده خالص، يعني فلوس اكتر ومش هيعملوا حاجه جديده عن اللي انت ممكن تعملها. يعني اللي انت بتعمله ده كله حاجات بيزكس في الورقيات، فاهمين قصدي؟ الموضوع بس محتاج تركيز ودراسه كويس للورق. انا مثلا خدت سنه كامله بدرس الورق، وممكن اكتر من سنه كمان، انا مش سنه وشويه يعني، لان انا خريج 22 من 22 لحد اواخر 23 انا كنت بس بدرس الورق وهعمل ايه بالظبط. اواخر 23 بدات اجهز الورق بقى خلاص. اول ما تبقى انت خلاص عارف 100% انت بتعمل ايه ومخطط الدنيا صح، هتلاقي الدنيا كلها ماشيه معاك والدنيا سلسه ومفيش اي مشاكل يعني. وبعد ما بتخلص ان شاء الله بتلاقي نفسك معاك فيزتك، وده تأمين العمل وقيد تبع الجامعه اللي انت فيه. دولت الورقتين اللي بتستلمهم كفيزا طالب في الباسبور بتاعك، وبس تحجز بعد كده تذكرة السفر بتاعتك المتينة وتنتظر بقى بعد كده ميعاد السفر. دلوقتي فاضل خطوة تانية لازم تتأكد منها بعد ما انت خلاص سلمت فيزتك. لازم تتأكد من الجامعة اللي انت خلاص رايح عليها اكيد على البروجرام بتاعها اذا كانوا بيقبلوا ورق نسخ ورق عادي عشان يعملوا لك انرولمنت جوه الجامعة، ان انت تبقى خلاص طالب مقيد رسميا عندهم بالورق عادي بالاصول كده، بيراجعوها ويعملوا لها سكان ويحطوها عندهم في السيستم وخلاص، ولا محتاجين حاجه اسمها نسخ طبق اصل، عشان دي بتختلف من جامعه للتانيه. لان مثلا انا الجامعه بتاعتي قالت لي ان انت بس هات لنا صور ورق مصور بس وابعته عادي الادميشن بتاعنا وهنعمل لك الانرولمنت وخلاص، مش حاجه رسميه. لكن في نفس الوقت في جامعات تانية بتقول لك لا عايزين نسخ موثقه. ففي الحاله دي انا وفي الاخر انا اصلا عملت نسخ موثقه كده كده، لان انا عملت قبل ما اعرف من الجامعه اصلا هي بتستعمل ايه، بس كده كده اهي موجود. تروح تقدم برضو على TLS تاخد ميعاد تاني ليجاليزيشن، وتروح معامل حاجه اسمها طبق اصل. الطبق اصل ده عباره عن ايه؟ صوره عاديه خالص عليه ختمتين صغنون كده بتاع طبق الاصل، فده كده طبق اصل. دي اتاكد منها في الجامعات. لو يبقى محتاجين طبق اصل يبقى لازم تروح تاخد ميعاد تاني مع TLS وتروح عامل نسخ طبق اصل. اول لما توصل البلد وتعمل انرولمنت في الادميشن تسلمهم الورق ده. بس حبيت انبه عليه عشان الناس برضه تتاكد من الحوار ده، عشان كده بقول دايما مراسله الجامعات مهمه جدا. وبس كده يا جماعه، دي تعتبر كل حاجه عشان توصل للفيزا. في تفاصيل تانية جوه، هيبقى في فيديوهات تانية عنها، عن موتيفيشن ليتر، الCV، تقديم ازاي على الجامعات. ولو اتعمل فيديو للحاجات دي اوريدي وانا بعمل ابلود الفيديو دوت، هتلاقوا اللينكات بتاعتها موجوده في الديسكربشن، هتلاقوني مرتب كل حاجه بالخطوات كده بالترتيب، فالدنيا تبقى سهله وسلسه. وبالتوفيق لكل الناس ان شاء الله في التقديم بالتعاون مع الجامعات. ما تنسوناش باللايك اللذيذ، سبسكرايب للقناه طبعا، واي كومنت، اي سؤال، اي حاجه عايزين تسالوا فيها في الكومنتات على طول، وهرد على طول اول باول ان شاء الله. دي كل حاجه، والسلام.